السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار تاع اليوم جبت لكم واحد الوصفة اقتصادية بالبزاف وغادي تولوا تعتمدوا عليها وتشد لكم حتى 3 اشهر ولا شهرين اللي تبغي تستحفظ. اولا هنايا عندي ريسيبيون كما راكم تشوفوا، عندي طبسي كما راكم تشوفوا هنايا. غادي نبدا بالوصفة. شوفوا هنايا عندي هنايا الاومو اللي يكون عندكم في الدار ديروه، هي تاع ماشينه، هي تاع الغسيل تاع اليد اللي كاين. عندي هنايا 3 مغارف تاع اومو درتهم في طبسي. هنايا عندي جبت الليتر تاع ما يكون مغلي، الليتر تاع ما كيما راكم تشوفوني دارته في قرعه، بصح والله راه حامي بالبزاف. درته يغلي حتى حرقني في يديا، نفرغه كاع كيما راكم تشوفوا هنايا، وغادي نخلطه مليح مليح ونخليه على جهه. وين معاكم، غادي نخلطه وغادي نخليه على جهه. من جهه الاخرى شنروحو نديرو، هذا دارت معايا ديك الرغوه، نحطها على جهه ونخليه. من جهه الاخرى نروحو نجيبو كاس تاع ما عادي، نعمرو كاس تاع ما. شوفوا هنايا شديت عندي قيس 10,000 تاع البوطاس. روحوا عند الكنكاري راه يبيعه بالميزان ولا راه يجي في القرع. وعندي قيس 10,000 تاع مايزينا، عبر واحد 10,000 بوطاس 10,000 مايزينا. نبداو خلو مايزينا على جهه، نبداو بالبوطاس. نجيبو كاس تاع ما نعمره بالماء يكون بارد عادي من الحنفيه كيما راكم تشوفوا، كاس تاع ما نفرغ عليه داك البوطاس في داك الكاس. كما كنتو تشوفوا الرغوه تاعي هنايا تاع الامورين نوريكم فيها كي جات دايره، نخليها على جهه. وهنايا غادي نبدا تاني في البوطاس. قلنا كاس تاع ما، وهنايا عندي قيس 10,000 تاع بوطاس، غادي نفرغه على داك الماء ونخلط مليح. يا شير تحزوا رواحكم البوطاس، ديروا ماذا بكم البافيت في نيفكم باش ما ديك الريحه ما تطلعلكش في الصدر، وخلطوا مليح مليح هنا كيما راكم تشوفوا هنايا. خلوا داك البوطاس غادي تمسوا داك الكاس غادي تلقاوه يغلي، خلوه حتى يبرد، نخلوه حتى يبرد مليح، خاطر البوطاس يحمى بالخف ويطلق داك الدخان كيما راكم تشوفوا الدخان تاعها يطلق. انا هنا بنتي كتصور لي حتى تشرقها. نخليها على جهه مخرح ونخليه على جهه. ركزوا معايا يا البنات، هذه وصفه اقتصاديه وغادي تولوا تعتمدوها وغادي ترحموا لي عليا، رحموا عليا. نجيبوا هنايا مايزينا اللي قلنا قيس 10,000 مايزينا، نديروه في باسينه تاع غسيل اللي كنتم داري تغسلوا بها ماعين ولا اي حاجه، نديروها في باسينه. نجيبوا داك البوطاس تاعي اللي كان برد لي مع داك الماء، نفرغه على المايزينا كما راكم تشوفوا. نجيبوا داك الكاس اللي كنت مخلطه فيه بوطاس وخليته يبرد لي، نفرقه على مايزينا ونخلط مليح مليح. غادي نخلط مليح هنايا حتى تنتحل معايا المايزينا مع داك الماء والبوطاس. هذه المرحله الاولى كما راكم تشوفوا هنايا. نخلط فيه وندور، نخلط وندور. شو كيجي تجي كتله. هنايا شنجيب، نجيب داك الاومو تاعي اللي كنت خلطته مع ليطو تاع ما غليان، غادي نفرغه على البوطاس بالبشويه ونفرغ ونخلط بالبشويه، نفرغ ونخلط كما راكم تشوفوا هنايا. عيب بالبشويه وتخلطوا. هنا دوك نتحل معاكم عيب بالبشويه بشويه كما راكم تشوفوا هنا. نزيد تاني كيف داك الماء مع الاومو، نعاود تاني كنخلط مليح. نخلط حتى نكمل ديك الماء، الكميه تاع الماء والاومو نكملها فيه. هنايا للامانه شيرات شفت شويه الحبيبات، هنايا ميكسيتها مليح مليح حتى تحلت معايا. هنايا ميكسيتها في هذه المرحله، ما قطع لي الفيديو ما باليش راح لي. هنايا قبضت الميكسير وبديت الميكسي فيها حتى ولات لي سائله. راني نخلط مليح، تاكدوا لي على التخلاط. كيما راكم تشوفوا هنا هاونا ميكسير راهنا قدامكم.
ها شوفوا حتى يولي لي خليط كيما هكا. ها حبه تاع ديك التكتلات ما كانش لها ما تكونش كاينه. هنا في دي الحاله اش نروحو نجيبو ليطرو تاع ما. نبدا نعاود نزيد الاولى درت ليطرو تاع ما في الاومو، ودروك نعاود ندير ليطرو تاع ما في هذا الخليط ونخلط. ندير الليطر تاع ما ونبدا نخلط الماء عادي من الحنفيه يكون بارد نورمال، ونخلط نخلط نخلط مليح مليح. راني نعاود ونكرر نقول لكم خلطوا مليح حتى نكمل ديك القرعه كاع. نتوما وعينكم هي ميزانكم، كان يتحبها ثقيله وكان يتحب الازيز تاعها يجي خفيف شويه، ماشي خفيف خفيف بصح شويه. شوفوا وهنايا في هذه المرحله عندي لتر ونص تاع ازيز. الا عندكم 2 لتر من احسن. انا كانت واجد معايا لتر كيما هكا. غادي نولي نزيد على هذيك الخليط ونبدا نخلط، نبدا نزيد ونبدا نخلط. في هذه المرحله يا البنات الا عندكم تروحوا عند الكنكاري جيبوا الصبغه تاع الازيز راهي تتباع، راهي كاينه غبره راهي تتباع الصبغه، جيبوها صفراء حمراء خضراء التلوين تاع الازيز تاعكم كيما بغيتوها تلونوه. انا هنا ما كاش متواجد معايا بصح خرجت النتيجه ما شاء الله. نخلط حتى اللي كملت معايا كاع داك الليطر تاع الازيز. راني نقول لكم اقتصادي يا البنات، جربوه وديروه ودعوا لي بدعوه الخير وترحموا عليا. هذه الكميه غادي تقطع لكم كميه لاباس بها حتى 5 لتر قريب هكذا، كاين حتى 5 لتر وتشد لكم. شوفوا القوام تاعه كي جا داير. ها راني قدامكم راني نطلع ونهود. ها شوفوا كي جا داير. لا ما شاء الله. في هذه المرحله انا اش ندير؟ في هذه المرحله غادي نخليه على جهه ما نغسل به ما والو، نخليه 3 ايام عاده نجبده نولي نغسل به باش داك البوطاس يتفاعل مع داك المكونات. فهمتوني؟ دوك نوريكم النتيجه. ها هي النتيجه بعد 3 ايام كي ولا داير. شوفوا البنات دوك نبد معاكم ونوريكم القوام تاعه وجا ما شاء الله. شوفوا وجا خاطر كما راكم تشوفوا هنايا. ها هو هنا. نقول لكم اخواتاتي تبقوا على خير في الفيديو اخر ان شاء الله، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعطوني رايكم في الكومنتير.